مساء الحب والسعادة على الناس الحلوة بزيادة. النهاردة هنعمل مع بعض مخبوزات هشة وطرية وبالفراخ محشية. مكوناتنا النهاردة عبارة عن معلقة سكر، معلقتين خميرة فورية، كوبايتين ونص دقيق، ومعلقة خل، وكوباية لبن دافية، وربع كوباية زيت، والبيضة بتاعتنا، ونص معلقة ملح، ومعلقة بيكنج باودر. ودي الحشوة بتاعتنا بتاعت الفراخ. هنختبر الخميرة الأول نشوفها شغالة. هنحط كوباية اللبن الدافية ومعاها معلقتين الخميرة الفورية ومعاها معلقة السكر، وهندوبهم خالص لغاية الخليط كله ما يمتزج ويبقى جاهز معانا عشان نشوف الخميرة شغالة ولا لأ. وبعدين التكة بتاعتي دي اللي انا مش بحط البيضة كلها، انا بحط البياض بس، والصفار هنستخدمه بعد كده في تزيين وش المخبوزات. وبعدين نحط ربع كوباية الزيت وهنقلبهم جامد لغاية ما الخليط يبقى سايل ويمتزج مع بعض. ونحط بعدها كوباية دقيق بس، مش الكمية كلها، انا عايزة كوباية واحدة بس علشان اعرف الخميرة شغالة ولا لا. وهنغطي الخليط بالفوطة لمدة ربع ساعة علشان اعرف الخميرة شغالة ولا لا، واركنها على جنب لغاية ما احضر الحشوة بتاعتي. هنجيب صدور الفراخ وهنجيب التوابل بتاعتها. صدور الفراخ هنقطعها حتت صغيرة، مكعبات صغيرة، تمام كده. والبصل هنقطعه جلياني، تمام كده. والفلفل الأحمر والأخضر حتت صغيرة. تعالوا بينا نتبل الفراخ. هنحط الفراخ بتاعتنا ومعاها نص معلقة من بهارات الملح والفلفل الأسمر وبهارات الفراخ، وهنقلبها عشان تتبل التتبيلة الحلوة بتاعتنا، تمام كده. ونحط عليها الثوم المفروم 5-6 فصوص كده، ومعلقة قشطة. طب افرضي حضرتك ما عندكيش القشطة، تحطي ربع كوباية لبن، دي اللي بتخليها طعمها حلو. ونسيبها تتبل لغاية ما نشوف العجينة بتاعتنا. الله ما شاء الله، الخميرة شغالة وفلة زي الفل. هنحط بقية المكونات، وهتضيفي معلقة الخل ومعلقة البيكنج باودر ونص معلقة الملح، وبعدين كوباية ونص الدقيق الباقيين. وبايديك الحلوين دول هتعجين العجنة عجنة محترمة كده. تلمي العجينة بحيث انها تبقى طرية وناعمة. وقبل ما تحطي العجينة ادهني الطبق بدهنة بسيطة من الزيت، وبعدين غطيها علشان تتخمر لمدة ساعة ساعتين على حسب حرارة الجو. تعالوا بينا نعمل الحشوة بتاعتنا بتاعت الفراخ. نحط شوية زيت ومعلقة زبدة او سمنة براحتك، وهنشوح فيها البصل اللي احنا مقطعينه. بس مش هنشوحه بس، ده احنا هنحمره لغاية ما يبقى متحمر خالص علشان يتكرمل ويدي الطعم الحلو للفراخ. شفتوا البصل بقى متكرمل وحلو ازاي؟ كده جاهز اللي هو يتحط عليه الفراخ الحلوة المتبلة بتاعتنا. وهنقلبها تقلبتين حلوين كده على النار، وبعدين نحط الفلفل بتاعنا الألوان المتقطع شرايح صغيرة، وهنقلبهم على النار ونسيبهم تستوي لحد 10 دقايق كده تقريبا، تمام كده. كده جاهزة وبقت حلوة ريحة وطعم زي الفل. هنسيبها بقى نركنها على جنب ونرجع تاني للعجنة بتاعتنا. العجينة حلوة خالص، اتخمرت وبقت جميلة 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 وناعمة خالص. انا هقطعها 10 قطع براحتك بقى، انت عايزة تقطعي حتت صغيرة حتت كبيرة انت وراحتك. انا قطعتها وخدت مني 10 قطع، تمام كده. وبعد ما قطعتها انا مش هسيبها كده، انا هحطها في الطبق تاني وهغطي عليها علشان ما تنشفش. وهاجي اشكل القطعة اللي في ايديا دي، هفردها طوليا
فردة حلوة كده، بحيث ان هي تاخد الحشوة كلها وما تخرجش بره العجينة. تمام كده. بعد ما فردتها هحط شوية موتزاريلا وشوية فراخ، الحشوة بتاعتنا اللذيذة دي، وهنقفلها من الجهتين ونلفها ونضغط عليها كويس عشان الحشوة ما تخرجش بره العجينة. وبالسكينة هنقطعها من فوق تقطيع كده للتزيين علشان تدي الشكل الحلو في النهاية بعد الخبزة. وعشان نزينها من فوق هنحط صفار البيضة مع معلقة قشطة وشوية الفلفل الأسمر علشان زفرة البيض تتشال. تمام كده زي ما انت شايفة. هنزين من فوق علشان هتدي اللون البرونزي بعد الخبيز، هتدي لون حلو قوي قوي قوي. وهنزينها بقى بشوية حبة البركة وشوية السمسم، وهنحطها في الصينية بتاعتنا بس على ورق زبدة علشان ما تلزقش وتبقى جميلة بعد ما تخرج من الفرن. العجينة دي عملت معايا 10 قطعة، حطيناهم في الصواني وهنغطيهم علشان نسيبهم يتضاعف حجمهم وتبقى جاهزة انها تتحط في الفرن. ما شاء الله ما شاء الله، شفتوا اتضاعفت حجمها جميلة جميلة جميلة. هي جاهزة دلوقتي انها تتحط في الفرن. نسمي الله ونقول بسم الله، نحطها في الفرن. حطيناها في الفرن وسبناها لمدة ربع ساعة كده لغاية ما استوت، وخرجناها. بسم الله ما شاء الله، تحفة تحفة تحفة، ريحة حلوة قوي 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 بجد، ومنظر وشكل اولادك هيحبوها قوي وهيطلبوا منك اللي انت تعمليها على طول. تنفع بقى غدا، فطار، عشاء، حلوة قوي. انت ممكن تاكليها على طول اول ما تخرج من الفرن، بتبقى طعمها زي الكريسبي، حلوة 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 بجد، هتوديكي في حتة تانية خالص. وممكن لو انتي مش عايزاها كريسبي والأولاد بيفضلوها طرية، هتقومي انتي مغطياها لمدة 10 دقايق علشان تطرى معاكي وتبقى طرية وناعمة كده. الله بسم الله ما شاء الله، حلوة حلوة حلوة، صحتين وعافية على بدنكم. بصراحة طعمها طعم وريحة وشكل حلوة حلوة حلوة، بألف هنا وصحة، ومع طبخة جديدة وأكلة جديدة وطريقة جديدة من مطبخ كوكي.